ستوري تايم. بما اني كملت سنتين اون سوشيال ميديا قررت احكي لكم القصه من اولها، ليه وازاي اصلا بدات واتعلمت ايه. حاسه الحيطه دي احلى مكان ممكن اعمل فيه كده، فيلا بينا. تخيل بنت عندها 13 سنه يجي لها الفرصه انها تدخل النيويورك اكاديمي اوف ساينس وتشتغل اونلاين مع طلاب من جميع جنسيات العالم. بتقع في مجتمع ما تعرفش فيه حد، بس تكتشف شويه عقليات مبهره، فبتقرر تقضي حياتها كلها تتعلم منهم. بعدها بتتطوع وتشارك في مسابقات وتفتكر ان العالم رائع، وفجأة بتحتك بنوع جديد من الناس في المدرسة والنادي، وبتلاقي كل همهم يعدوا الامتحانات ويذاكروا. مع شوية تحليل بتكتشف ان الفرق ما بين الاتنين دول هو الأنشطة اللا صفية أو الإكسترا كوريكولرز. دي أنشطة بتساعد الواحد يكتشف نفسه ويكسب مهارات من سن صغير. تبدأ البنت دي تدي توكس في ايفنتس وسيشنز في المدرسة عن الموضوع ده، وبعدها بتقرر انها توسع الدايرة وتبدأ فيديوهات على النت. ومن هنا بدأت قصتي. دورك. صح. اول ما بدات كنت بصور بكاميرا موبايل، صورت في الشقه كلها، يمكن في اكتر الاماكن اللي فيها صدى صوت واضاءه وحشه. بصراحه كنت بحفظ السكريبت كله عشان ما كنتش بعرف اعمل مونتاج، بس بعد سنتين انا ممتنه اني بدات على الاقل باللي كان عندي. وده اول درس اتعلمته في السنتين دول، بلاش بيرفكشنزم وابدا باللي عندك، وصدقني هتتطور على مدار الوقت. ممكن احكي بقى؟ للاسف لا، استنوا بارت 2 عشان تعرفوا التطور ده حصل ازاي. بارت 2 من قصتي مع السوشيال ميديا، يلا بينا. لما جيت ابدا كنت بعمل فيديو كل اسبوعين، الفيديو كان بيبقى 3 دقايق وكانت تبقى حاجه مرهقه جدا، وكان تقريبا محدش بيشوفها غير صحابي، وده لانهم كانوا عاملين لي فولو من قبل كده مش اكتر. بس كان اهم حاجه بالنسبه لي اني ما اوقفش. وهنا يجي تاني درس اتعلمته، الاستمراريه هي اساس اي نجاح. كملي. اكتشفت الريلز وبدات اعمل فيديوهات صغيره، وبعد 8 شهور تقريبا وصلت 1000 فولور. فاكره كويس انه كان شهر 6 وكنت بعمل اهداف نص السنه التاني، فعليت سقف طموحاتي جامد وقلت ان بعد 6 شهور هيبقوا 5000، واشتغلت جامد قوي عشان اجيب الهدف ده بصراحه. بس كانت المفاجاه اني خلصت السنه معايا 15000 كات. وهنا يجي تاني درس، اتحدى نفسك وصدقني هتبهرك. هو صح بصراحه، ما علينا. بدات الاقي مسجز ايجابيه من ناس ما اعرفهاش، وكومنتس عن ناس بتسال على كورسات معينه، وناس بتقول لي طريقتك حلوه قوي، وطبعا غيرهم بيقولوا كلام سلبي، والجو بتاع انت ايه اللي طلعك من المطبخ. وهنا بيجي الدرس الرابع، دي حتتي مش بس دي قصتي. الدرس هو ان زي ما في ناس ممكن تشجعك وتحبك لمجرد اللي انت بتعمله من غير ما تعرفك شخصيا، في ناس كمان ممكن تزعل منك وتحقد عليك لمجرد اللي انت بتعمله من غير ما تعرفك شخصيا. خلاص لسه، لغايه ما حصل موقف غير كل حاجه. ما تحرقيش بقى، هنقوله في بارت 3. بارت 3 من ازاي بدات اون سوشيال ميديا، يلا بينا. كنت قاعده بقلب فلقيت مسابقه عاملاها تيك توك. بسرعه جدا اشتركت وبعت فيديو بعرف فيه نفسي، واتقابلت ورحت سيشن يعرفونا فيها شروط المسابقه، واتصدمت. لقيت المتسابقين معايا بيصوروا بروفيشنال وعندهم مليونز اند مليونز اوف فولورز. لو في حالتي الطبيعيه في الموقف ده كنت روحت نسيت المسابقه وكملت اللي بعمله، خاصه اني كنت في ثالثه ثانوي والمذاكره اولى. بس ساعتها جالي اصرار غريب، قعدت اعمل في الفيديو بتاع المسابقه تقريبا اسبوع، واعيد وامسح واعيد وامسح، وفي الاخر بعت. لكن ربنا مش بيضيع تعب حد، وكسبت. وهنا يجي الدرس الخامس. اوعى تقلل من نفسك، اوعى تقلل من نفسك. درس مهم جدا. هو مهم بصراحه، بس النقله الحقيقيه كانت ان المسابقه عرفتني بناس كتيره قوي في مجال المونتاج والماركتنج والتصوير، فقررت استغل العلاقات دي واسالهم ازاي طوروا من نفسهم وتعلموا، واطبق ده على نفسي. وهنا اتعلمت اكتر درس مفيد في حياتي. قولي انت، انا مش قادره. ده هو انا اصلا كنت هقوله، لما تلاقي حد احسن منك في حاجه ما تنافسوش، اشتغل معاه، بلاش كبريائك يكسب المره دي. بس كده، ستي تيوند لاخر بارت. اخر بارت من قصتي اون سوشيال ميديا، يلا بينا. كانت اهم نصيحه من الناس اللي قابلتهم في المسابقه هو اني اطور في المونتاج بتاعي، بس انا عندي مذاكره، فاستنيت اجازه نص السنه وقررت اتعلم مونتاج على ادوبي بريمير. بعد شهر بالظبط صرفت كل اللي حوشته وجبت كاميرا اتعلم عليها بعد الدروس، وبقيت اعمل فيديوهات بالشكل ده. بس كنت بحس بالاحساس اللي هو وماذا بعد، شويه حاسس ان مفيش جديد في اللي انا بعمله، فقررت اتعلم الاضاءه. بعدها ب8 شهور صرفت تاني كل اللي انا حوشته وعملت السيت اب اللي احنا فيه ده. وهنا الدرس السادس، ما تبطلش ابدا تتعلم ولا تطور من نفسك. في النص كان ليا الحظ ان انا اشتغلت مع شركات مهمه في مجال التعليم، وحضرت ايفنتس وسجلت لقاءات وتسجل معايا، وده يودينا لاهم درس. اقول براحتك بقى اخر جزء. شكرا. القيمه اللي بتقدمها للناس اللي حواليك هي الحاجه الوحيده اللي بتحدد مكانك، واي حاجه من دول ربنا وفقني ليها كان بسببين، اني كنت من الاول عايزه اساعد، وانكم طول الوقت مؤمنين بالمحتوى وبتشجعوني، فبجد شكرا. كل الحكايه دي المفروض تعلمك اخر درس، الناس مش بتشوف اللي ورا الكواليس، والناس مش هتسمع قصتك غير لو اتحولت لنجاح. وهنا مش بقول ان قصتي ناجحه، لكن لازم اقول الجمله على بعضها. ابدا باللي عندك، وبعد سنه او 2 هتشكر نفسك انك بدات، ويمكن الناس هي اللي تشكرك انك بدات. من احلى المرات اللي هقولها، كان معكم ملك حاتم.